الموجة 95.3 كل سبت من 6 وربع ل7 تاع العشية. تبع الموجة and more. تبع الموجة وبقى مبرونشي مع البيض فام. تبع الموجة العدد الأول عبر البيض فام. مساكم سعيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر الراديو اللي يجمعنا ويجمعكم صيفكم معنا. العدد الأول النمرو الأول عبر البيض فام بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. كل عام وانتم بخير. العدد راح يكون سبيسيال، راح يكون العدد أيضا شوية ملتزم. أوسي عندنا اليوم رانا محتفلين بوليدتنا ببناتنا اللي ربحوا في البي ام في شهادة تعليم متوسط. نقول لهم ألف 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 مبروك. واليوم محتفلين كتار وكتار. راه معنا فنان متميز ومتألق، أنا نتابعه شخصيا ونحبه لأنه فنان ملتزم منشد، وعنده حتى الأغاني اللي قدمها أغاني عائلية، أغاني للأطفال، أغاني جميلة. في الحقيقة من الفنانين القلائل اللي يقدموا لك ربما جرعات تفاؤلية، جرعات خفيفة جميلة إيجابية في بلدنا. نحييه ونحيي الفنان الجميل حسن دحمان اللي راهو ضيفي عبر الهاتف في العدد الأول من برنامج تبع الموجة. مرحبا بك فناننا الجميل والمتألق حسن دحمان. اهلا وسهلا ومرحبا اخي الكريم، مشكورا على كرم الدعوه يعني، وسعيد جدا بتواجدي معكم في هذه اذاعه البيض، خاصه معك اخي رياض مجدوبي. الله يخليك، احنا لا اسعد لانك فنان فعلا متميز ومجتهد. اخترت خط الالتزام والانشاد الديني وبقيت في هذا الخط بتحدي. في الحقيقه نبداو بالالتزام وبالاغاني الملتزمه وبالانشاد الديني. فنان حسن دحمان، ونعرفوا المستمع على حسن دحمان. اكيد بالطبع يعني تفضل. حسن دحمان من الفنانين المنشدين، ومن الفن الانشاد، الفن الرسالي والفن الهادف، الكلمه الهادفه واللحن الشجي والكلمه الطيبه. تقريبا حوالي 25 سنه في هذا المجال. الله يبارك. عدة اعمال فنيه ومشاركات وطنيه ودوليه، ومثلا الجزائر في بعض المحافل الدوليه. هكذا نستطيع ان نقول انه لمحه بسيطه يعني عن فنان متواضع يعني بكل تواضع. الله يبارك. هل الإنشاد الديني اختار حسن دحمان، ولا حسن دحمان هو اللي اختار الإنشاد الديني كطريق فني؟ شوية عليه وشوية عليه. شوف، يعني فيما يخص اختياري للفن الهادف، اكيد انا اخترت الفن الهادف والكلمه الملتزمه. الله يبارك. كنت في صفوف احد الافواج الكشفيه في المنطقه التي عايش فيها على كل حال، واكتشفت الموهبه الصوتيه. سبحان ربي، سبحان عز وجل نعمها علي، فبديت ان اسخر هذا الطاقه وهذه الموهبه او هذه نعمه الصوت فيما يرضي الله في الرساله الهادفه، في الكلمه الملتزمه والاصيله، حيث نقول حيث تأصيل الأصيل وإعطاء البديل. إذا تكلمنا عن الإنشاد فنقول هو رسالة وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية، ولهذا لجأنا إلى الفن الهادف الذي يحتوي على عدة مواضيع إيجابية، ونتكلم عن ذلك وذاك في هذا البرنامج الجميل. أنت الأجمل أكيد فنان حسن دحمان. أنا في الحقيقة بدأ استماعي لك لما سمعت واحد الأغنية جميلة تفاؤلية درتها مع طفلة لوجين اللي هي أغنية طيارة ورق. حبيت هذيك الطريقة الفنية تاعك، وبعدين بديت نفتش شكون هو هذا حسن دحمان. نلقى أناشيد دينية، حياتي أنا، البراق، محلاها سويعة. عجبوني الأغاني بصراحة. صحيح حسن دحمان. نعم. أول عمل طفولي كان لي يعني مع البرعمة الجميلة يعني سيرين. كان مع سيرين، وكان عندي عمل فني كذلك مع لوجين. مع سيرين زيتوني ومع لوجين هكذا. مع لوجين نعم. لوجين زيتوني وسيرين حاجي. اول عمل فني كان مع لوجين اللي كما شفت انت فيديو كليب كما الطياره، اللي نال الاعجاب الكثير، واستقطب اكبر نسبه من الاعجاب من طرف القنوات الخاصه والتلفزيون الجزائري العمومي وحتى الاذاعات. يعني جوزت كامل هذا العمل الفني اللي كان عنده صدى كبير حتى في بعض الانشطه الفنيه اللي كانت تقدم لنا دعوات خصيصا رجل هذاك العمل. نعم. علاش سيتي بارمي كما نقول لك عمل فنيه اللي قاصت الطفوله، صح. وفيها نوع من الامل والتفاؤل، وكيف يدرس
كيف يدرس الطفل مسيرته يعني في الحياة عن طريق فيديو كليب كما طيارة. نعم. ولهذا بعدها جت بسمة أمل، ثم اضحك تبسم، والكثير من الأعمال الطفولية التي بدأت يعني. وهذه كلها أعمال تلقى رواج لا سيما في الفترات الصباحية، سواء عبر التلفزيون ولا عبر الإذاعة. أي مذيع عندهم يحب أنه يقدم جرعات مليحة للمستمعين يبحث على مثل هذه الأغاني. وإحنا نكون فخورين إحنا كمذيعين جزائريين أو كإعلاميين جزائريين أن أغاني جزائرية تتناول هذه المواضيع. لك تعرف بلي كاين حاجة قليلة في الإنتاج التفاؤلي، نقدر نقول إذا صح التعبير، في الإنتاج الغنائي الجزائري، أليس كذلك حسن دحمان؟ في الآونة الأخيرة هناك إقبال يعني مثل هكذا أعمال، لكن قد ما تكون الجودة يعني فيما يخص الوزن الموسيقي واقتناء الألحان والتعامل مع الكتاب بمستوى عالي جدا، قد ما تكون الأعمال ذات احترافية وجودة عالية. هذه ناهيك عن كيفية التصوير والسيناريو طبعا. ولهذا بوكا بدأت انطلاقة ترمز لبعض يعني القبول. نعم. فيما يخص بعض الفنانين اللي كانوا جامي يتعاملوا مع الأطفال، لكن من الفكرة ديالي يعني وفكرة كثير من الفنانين الناس تلجأ لعالم الطفولة والتصوير للطفولة، أعمال تربوية، أعمال وطنية، أعمال دينية، أعمال اجتماعية. ولهذا دائما الطفل لازم يكون عنده حق ونصيب في مثل هكذا أعمال، خاصة في مجال الإنشاد. نعم يعطيك الصحة. وهذه هي الأعمال اللي نحتاجها درك. إذا سمحت لي نبقاو معك فناننا، نسمعوا مقطع قصير من تختارنا مخرجتنا. إذا حبيتي اضحك ولا عندي طيارة مع الوجين كما تحبي فاتحة. يلا. أنا نحبهم الاثنين. نجري مع الريح ونطير في سما نعلي، واطلب بنتي كي تطيح اطلب تاني تولي، وتشد في الخيط مليح كيما تشدها يدي، ولا تربط تصحيح نحل العقدة وحدي كيما الطيارة. طيارة ورا نبغي نكون حرة لحية نطلع كيما الطيارة. طيارة ورا نبغي تكون حرة لحية تنطلي، ونطير بشوق ونقد ما توصلها، تشوف الدنيا من الفوق والدنيا تحضنها، ويشم الهوا صافي صفي بالها بنتي، وتشوف اللي خافي نبغي تعرف بنتي كيما الطيارة. طيارة ورا نبغي نكون حرة لحية نطلع كيما الطيارة. واحنا كامل كيما الطيارة نحبوا نعيشوا أحرار. فنان حسن دحمان، شوف بلا مجاملة، خلينا لوجين راهي صوت طفولي جميل أكيد ما فيش، لكن صوتك قريب من القلب. تحس بلي أنه كانوا هذه الميزة اللي عندك ربما مختلفة على فنانين كثار، أنه تحس صوتك تاعنا هكذا قريب لينا. يعطيك الصحة. ما شاء الله عليك. ديجا اصلا كي كنت نسمع في الاعمال تصنع بزاف جافي بلاشا دو بول يعني حميت شوك، باسكو هذا من الاعمال الفنيه اللي نحبها بزاف قريبه لقلبي، وكان اول عمل فني كما ذكرت سابقا للطفوله. صوتي فيما يخص كماده خام يعني نقدر يعني نخدم اعمال للطفوله كما نخدم اعمال الفنانين كبار يعني. ما شاء الله. اعوذ بالله من كلمه انا اتميز بكل اعمالي يعني والحاني والالحان الجديده وكلمات جديده، ثم ما نشمل الجوغ اللي هي يقلد ولا يحسن التقليد ولا يحب يخدم اعمال غير، الا احيانا يعني في بعض الحفلات يذكروا زعما عمل فني لفنان معين يقول لك اسكو سي بوسيبل حسن تغني لنا هذا العمل، ولما لا، حتى تكون عندنا ثقافه عامه في الانتاجات الفنيه لمنشدين اخرين سواء عالميين او محليين. كما ننتمي ان يكون في الجزائر بعض المنشدين اللي يكونوا عالميين يعني بجميع النقاط. نعم. باسكو لو كان نتكلموا على المنشد العالمي نعطيك مثال يعني. نعم تفضل. لو تكلمنا عن ماهر زين او محمود الخضر او مشاري بن رشد العفاسي او سامي يوسف، نعم، عمل من اعمال هالفنانين العمالقه اللي صنعوا الحدث في اكيد في الوطن العربي ولا حتى الوطن الاجنبي. اللهم صل، ولا تلقى الامه قاعده بأكملها تعرف عمل اللهم صل. اكيد. لكن الجزائر تفتقر الى منشد عنده عمل فني الحق العالميه، يسمى كانوا كنقول لك دندنه لمنشد معين جزائري
الدولي يجمعوا حتى يعرفوا المحلي والوطني، لكن الدولي ما يعرفوش. نعم للاسف. نعم. وهناك كاين اسرار، يعني هناك اسرار حتى انك لازم يكون عندك هذاك السيت تاع الماركتينغ، الترويج، التسويق، العمل الفني، طبعا الانتاج اللي يتبنى مثل هكذا فنانين اللي عندهم مشاريع ضخمه. لكن هنا في الجزائر نفتقر بنسبه مئويه كبيره جدا الى هكذا فنانين اللي يلحق صداهم الى العالميه وتلقى عملهم تلقى دار ترند كما نقولوا. فنان حسن دحمان حتى الاعلام عنده دور كبير في هذا المجال. الاعلام لازم دائما يسوق مثل هذه الاغاني الجميله، الفنانين الجزائريين بوكو بليس اذا صح التعبير. معناتها ماذا بينا احنا كي يكون عندي انا لماذا حبيت انك تكون ضيفي والعدد الاول كضيف شرف في برنامج تبع الموجه؟ لانه ماذا بينا احنا كاعلاميين نسلطوا الضوء على الفنانين تاعنا، الفنانين الجزائريين اللي يقدروا يديروا الفارق ويديروا حاجه متميزه في المجال تاعهم مثلك حسن دحمان. نعم والله يا اخي صراحه يعني الاعلام راه يقوم بالدور تاعو على اكمل وجه، الحمد لله، الاذاعه او التلفزيون. الحمد لله. باسكو انا سي بارمي المرشدين او الفنانين اللي عندي رصيد كبير مع القنوات الخاصه، لقاءات كثيره الله يبارك، لقاءات كثيره جدا مع الاذاعه والتلفزيون. لكن باسكو علاش التلفزيون والاذاعه راهم مهتمين بهذا الفن، يسمى راهم يعطوا حقه على اكمل وجه من حيث الاستضافات او الاتصالات الهاتفيه، او حتى يكون عنده فنان يكون عنده حفل معين تلقى قناه تقوم بتغطيه الحفل. طبعا احنا اذا تكلمنا عن الميديا قد ما نشكرهم في حقهم يعني، وانتم منهم. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، وهذا دورنا. لكن لو تكلمنا عن المؤسسات الكبرى مثل نقولوا وزاره الثقافه والفنون، او المؤسسات اللي تابعه لوزاره الثقافه والفنون، او المؤسسات الوصيه عن الفن، هي اللي لازم تدعم هذا النوع من الفنون. ما نريد ان يصبح الانشاد يعني مناسبات دينيه شهر رمضان برك مثلا. ولهذا هنا ارى بلي يوجد نوع من كسر الخواطر. نعم. ليس بجبر الخواطر، لأنه الإنشاد كما ذكرنا سابقا، قلنا الإنشاد له عدة مواضيع لا تحصى ولا تعد. يعني طيلة السنة ننشد للقضية الفلسطينية، ننشد للوطن، ننشد للنبي صلى الله عليه وسلم، ننشد لمناجاة المولى عز وجل، ننشد للطفولة. يعني ديجا الرصيد راهو كثيف مكثف طيلة السنة يعني. ما شاء الله. ماهوش محدد مش مناسباتي مش مناسباتي. ولهذا انا اتخذ الاذاعه يعني والمباشر هذا رساله موجهه الى المؤسسات الوصيه بالفن. هناك فن من الفنون، الفن الملتزم، الفن الهادف، الاصوات القويه. الجزائر تعتبر قلعه في الاصوات ما شاء الله، خاصه في مجال الانشاد الجزائري يعني. ولهذا لازم تعطى أهمية أكبر لهذا المجال أو لهذا الفن، حتى نعتبر أنفسنا داخلين في الفنون اللي عندها حق. يعني كاين بعض الفنون تلقى عندها حق وتلقى عندها استقطاب. نعم. حاضرة دائما في المجال الثقافي. حاضرة دائما في المجال الثقافي، لكن الإنشاد يعني بصراحة العبارة وأقولها كوني منشد يعني رانا تقريبا 20%. يعني احيانا نجد انفسنا انه مجال الفن في الحضيض، لولا ما يكونش مهرجان في ولايه فلانيه او ما تلقاش دعم، ما تلقاش. ان شاء الله يكون فيه دعم كبير لانكم متميزين. ونظن الانشاد الديني اصبح يلقى رواج كبير في بلادنا، وكاين ناس ما كانتش تسمع الانشاد الديني مؤخرا السنوات الاخيره بداوا يحبوا الانشاد الديني، وحتى عبر الاذاعه. اذا تكلمنا يعني الاذاعه اصبحنا اليوم نميل اكثر الى مثل هذه الاغاني بالطبع، اكثر من ان نروح لبعض الاغاني الرومانسيه الى غير ذلك، لأنه تعرف الطابع المحافظ وطابع الشعب الجزائري، والإذاعة أيضا كوسيلة إعلامية تتلم عبرها وحولها العائلة. ليس كذلك فنان حسن دحمان؟ شوف أنا صراحة أنا كلمة زي ما نقول على إذاعة البيض أو تكلمنا عن البيض يعني. نعم. ما شاء الله ولاية محافظة، ولاية ذوقها للفن الجميل. شكرا. ولاية ذات عندها الحرمة يعني صراحة. الحمد لله. إذا تكلمنا عن البيض، حاليا مستضيف عن البيض يعني نسمي عندما يقول تبارك الله بسم الله ما شاء الله، سواء إذاعة أو شعبا يعني تبارك الله. وأتمنى أن أوحي حفلا في الفصل. يا ريت تشرفنا، يا ريت تشرفنا. يعني كي تشوف اللي أنك تلقى دول أخرى تهتم بك يعني
وتقدرك كفنان وتوفر لك كما نقول لك جميع نقاط الراحه، اتمنى ان نلقاها هنا في الجزائر يعني. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. انا مؤخرا كنت في ضمن قوافل الذاكره السبعينيه في نوفمبر 2024. قمت بزياره 5 ولايات اللي كانت من تنظيم الديوان الوطني للثقافه والاعلام. كنت تمثيله في خنشله في القصه. انا كنت انا المنشد الوحيد ضمن الفنانين اللي يغنوا الراي واللي يغنوا الفنون الاخرى يعني. نقدر نقول الاغنيه الملتزمه هكذا. انا كنت الفنان الوحيد في الاغنيه الملتزمه، رغم انه القوافل كانت الاغنيه الملتزمه، وهناك فنانين مغنيين غنوا كامل الاغنيه الملتزمه. نعم. يعني باش تشوف بلي تلقى الانشاد حاضر حتى عند المغنيين. طبعا. يغني المغني ويغني الانشاد، يمارس طبعا. الانشاد. طبعا. في الوطنيه تلقاه هو السباق، في المحافل الكبرى تلقاه هو السباق. نتمنى ان تعطى مثل هذه الفرص قوافل خاصه بالمنشدين. نعم ان شاء الله، ان شاء الله، وان شاء الله يكون عندكم حظ كبير تجول عدة ولايات ان شاء الله. ان شاء الله باش ما نكونش انا المنشد الوحيد. يعني كاين بزاف ناس يقول لك كيفاش حسن المنشد الوحيد اللي يقوم بالجوله الفنيه هذه. نو، انه نقدم رساله خاصه قناه اذاعه البيض انه تقدم فرص للمنشدين في مثل هكذا قوافل حتى تكتشفون الطاقات والمواهب الاصوات الشاجيه اللي راهي تزخر بها الجزائر وتفخر بها الجزائر في ارض الواقع، في منصه الواقع. نعم. حسن عبد الرحمن، مادام تكلمت على الاغنيه الملتزمه وعلى رسالتك النوفمبريه، واحنا على مقبلين على يوم عظيم في تاريخ بلادنا اللي هو 5 جويلية ان شاء الله. لو تحب تهدي لهم مقطع هكذا وطني، وش تحب تقول للجزائريين هكذا بصوتك الجميل حسن عبد الرحمن؟ مؤخرا كانت عندي استضافه في سهرتنا الجزائريه. نعم. في احد برامج التلفزيون الجزائري العمومي، وقدمنا بلادي هي الجزائر، وقدمنا كانت الأوماج تاع بدرياسة يحيى ولاد بلادي. كانت جميل جدا هذاك الأوماج، الفنان الراحل ربح درياسة رحمة الله عليه. ما شاء الله يعني. كان برنامج بمقاييس عالمية الحضار. كنت تابعته ما شاء الله. دائما التلفزيون الجزائري العمومي تلقى برامج يعني سباق اكيد في المجال الفني. نعم. مدرسة أكيد. مدرسة برمجة وكونسيبت، يعني الحضور والاهتمام بالفنان يعني على أكمل الحمد لله. الحمد لله. 5 جويلية أنا عندي عمل فني الله أعلم راك سمعته تاع الجزائر. بلادي عشقينه. الله الله. يلا مقطع شويه للمستمعين تونا. نعطيك مقطع لوردة الجزائرية. يلا تفضل. عيد الكرم والفداء هلت على وطني بفجر جديد. عيد الكرم والفداء هلت على وطني بفجر جديد. يا أغلى الأعيادنا، يا رمزي لجهدنا، أغلى الأعيادنا، يا رمزي لجهدنا. احكي لأولادنا، احكي لأولادنا، احكي سمعني الدنيا قريب وبعيد، قريب وبعيد، بعيد. سمعني الدنيا قريب وبعيد، قريب وبعيد، بعيد. قصة كفاح وأمة، قصة كفاح وأمة، وشعب المجيد، شعب المجيد، شعب المجيد، شعب المجيد. يا عيد بلادي، يا عيد بلادي، الله. يا عيد بلادي، يا عيد بلادي. الله عليك. الله ما شاء الله. حاب نصفق انا جمهورك. الله يبارك، تبارك الله عليك. وحتى اختيارك جميل جدا، انك اخترت لنا اميره الطرب العربي سيده وردة الجزائرية، ربي يرحمها ان شاء الله. وهذه الاغنيه بالذات نظن ما كان جزائري ما يعرفهاش وما يحبهاش وما يسمعهاش. بارك الله فيك. صحيح. مرتبطه بذاكرتنا يعني في محافل غنيتها في محافل يعني دوليه الحمد لله. يعني مرتبطه بذاكرتنا هنا في محافل جزائريه، مرتبطه بذاكرتنا اكيد بالطبع. من اجمل واروع الاعمال الفنيه اللي راح لوردة الجزائريه. انا كي نسمعها هكذا ثاني، انا حتى انا كما قلت يشوك لحمي، حتى انا يشوك لحمي كي نسمع عيد الكرامه. ونرجع للصغر، ايام ما كانت يعني هذيك كما كنا نقولوا احنا الفيشتا هكذا، لا فيستا
هكذا. ايوه. ان شاء الله ترجع كل الايام الجميله يا بيكم رب انتم يا رب ومعاكم في هذا كفنانين البلد الحبيب ملتزمين. يا رب ان يا شاء رب الله يا يا رب. رب. دركا باش ما نطولش عليك فناننا الجميل حسن دحمان، لو انه اللقاء معك يحتاج ساعات، لانك والله وانا اكثر يعني ريخ جد متميز ما شاء الله الله يخليك تبارك الله. بكاريزمتك الجميله وباطلالتك الله يخليك. الاجمل، الله يحفظك يا رياض، الله يحفظك وحتى بصوتك لك الجميل. ولكل طاقم الاذاعه. بسم الله ما شاء يخليك الله. الله يخليك الله يخليك. اخترت مؤخرا كفر جميل للفنان ايضا الملتزم المتميز اللي كلنا تاني نحبه، حمزه نمره. لماذا اخترت حمزه نمره؟ وراح نسمعوا الكفر ونسمعوا الاغنيه اللي انا بصراحه انا نحبها، كل جيت نغني ندير كفر حمزه نمره. تفضل تفضل. اخترت الكوفر لحمزه نميره، لكن حمزه نميره من الاصوات اللي قريبه للقلب يعني، واحس بواحد الراحه يعني، الصوت تاعو فيه هدوء، صح، يعطيك نوع من السكينه، نوع من الراحه، نوع من الامل، نوع من التفاؤل يعني. يداوي هكذا كيما انت. يداوي والله غير يداوي صح. انا جيمغي بيان كو يوغا دي زارتيست اللي يتبعوا هذا الستايل او نمط من هذه الاعمال الفنيه اللي تكون قريبه جدا من القلب. حمزه نميره عفوا نعم. من الاصوات يعني او الاسماء التي صنعت الحدث في الوطن العربي بالاعمال التي ليس لها ما عندهاش مثيل يعني. نعم متميز، متميز بادائه، متميز بطبعه، بكلماته، بالحانه، بتوزيعه الموسيقي، بافكاره الفنيه اللي لحقت العالميه. ولهذا حقيقه العمل تاع احمد نمير كوفر وهذا من الاعمال اللي قريبه لقلبي كما انت، كما هذا العمل قريب لقلبك كما هذا العمل قريب لقلبي. وداري الله الله. داري على بالك زائد على بالك العمل هذا يعني علاش حبيته انا؟ باسكو كاين بعض الاحداث اللي صارت معي انا سبحان الله وكانه راه يحكي عليا. صح، لمست قلبك هكذا. لمست قلبي وكانه نقول لك وكانه يحكي عليا. ممكن ندو ان اكزومبل تاع بعض الاعمال الفنيه لبعض الفنانين المشرقيين ليس في مجال الانشاد. نعم. تلقى كل فنان او فنانه تؤدي عمل فني سورسان، تلقى الجمهور يغني معها. علاش؟ باسكو لمست وكانها عايشت الجمهور اجواء عاشهم الجمهور هذا. صح، هم يعيشونا هكذا. صح. وتلقاه يحفظ الاغنيه باسكو يقول لك يحكي عليا ولا يحكي عليا. صح. انا هذا العمل باش عملته حسيت نميره حمزه نميره انه يحكي عليا. الله. هذه سابقا، ولهذا ذكرت انا قبل قلت واياكم من كسر الخواطر. الله. واياكم عندك الانسان لازم ينتقي الكلمه تاعو الله، وكانه راه ينتقي في اللباس تاعو كي يجي خارج. الله. باسكو علاش جبر الخواطر نعمه كما ربي سبحانه وتعالى يجزيك عليها مقدار جبر الخاطر. الله. لكن كسر الخواطر انه الانسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل في انسان كسر بخاطره، كسر الخواطر لا يجبر. الله. جبر الخواطر عباده يا فنان. جبر الخواطر عباده، وانك تخلي خاطر انسان ليس بالامر الهين، ليس بالامر السهل، وتخلي الانسان يعيش في لحظه اكتئاب الا اللي كان عنده كما نقولوا قوة الشخصية. صح. ولهذا صح. مش كل الناس يتمتعوا بقوة شخصية ويقدروا يتجاوزوا الكلمات، وهذه رسالة من عندك يا فنان يعطيك الصحة عليها، لأني أنا دائما نتكلم في فتراتي خاصة الصباحية عن جبر الخواطر، وتحت على القسطو فنان حسن دحمان، وجيت على الخاطر هكذا، حتى أنت جبرت بخاطري هكذا لما غير قلت لك بلي حاب تكون معايا في المباشر، كنت متواضع جدا وقلت لي أوكي راح نكون معاك يشرفني. أنا أقول حاجة برك واحدة، حافظوا على من تحبون. الله. واجبروا بخاطر الناس كامل. الله. وإياكم من كسر الخواطر، حافظوا على من تحبون، لأنه كما نقول لك الوقت قصير يعني، رانا هنا وما نشاهنا. صح. حاول انك تشبع من والديك، تشبع من نفس تحبك يعني، قول كلمه طيبه، اجبر بخاطر انسان، ساعد انسان، اقف مع انسان، واياكم من كسر الخواطر. بارك الله فيك. وهذا هو الفنان ورسالته الفنيه. ومليح كي اغتنمنا الفرصه، واحنا ما زلنا ما كملناش جوان، واحنا كنا في 8 جوان مع اليوم الوطني للفنان. كل يوم وانت عيد، كل يوم وانت خير ان شاء الله لنفسك والاخرين. وجيت مع السنه الهجريه، كل عام وانت بخير. واليوم البي ام، واش تقول اصحاب البي ام؟ اليوم؟ الف مبروك لكل التلاميذ اللي جابوا البيام، واللي ما جابوش ان شاء الله كما قلنا طوال الاعمار فرص اخرى، ومش محل يجيبوها في النوت اللي كانوا حابينها ديجا. ليس كل ما يتمنى المرء يدركه يعني، مش تجري يا حبيبي لا تشتهي. انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد يعني. اللي ما جابش البيام زادت العمر طويله والفرص اخرى ان شاء الله، ونجاحات اخرى يتسنى فيه. واللي جاب البيام ان شاء الله نجاحات اخرى بالتوفيق والحياة السعيدة وكل أمل وأفراح يعني. يا رب وإن شاء الله نسمع قريبا أغنية هكذا خاصة بالبكالوريا من أدائك وإنتاجك إن شاء الله. راح تعيش الأغاني هذه تاع البكالوريا وتاع تعيش.
اكيد اذا في حد انه تعمل على البكالوريا اكيد راح نبعث لك انت، حتكون يكون الحصري عند اله تبيض. وهذا شرف لينا ونفرحوا بزاف اكيد بيك وندعموك كفنان متميز، ونتمنى لك دائما ان شاء الله مسيره حافله بالعطاء والخير والنجاح، وان شاء الله في يوم من الايام تكون ضيفي في الاستوديو وتشرفنا ان شاء الله في ولايه البيض. يا رب على عين ورا. اكيد نفرحوا بك، يشرف مقدارك يا رب. بداري يا قلبي نقولوا لك مهما الداري نقولوا لك ما تغيبش علينا باعمالك الفنيه، نقول لك ابقى دائما حاضر كيما راك حاضر هكذا باغانيك. كل طاقم الاذاعه من جنود الخفاء ومنشطين وصحفيين. الله يخليك. انت خير فيصل حبيبي. شكرا وتحيه لولايه البيض من عندك، من عندك. ربي يبارك فيك وفيكم اجمعين كامل ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه فنان حسن دحمان، نورتني وشرفتني في هذا اللقاء الاول من برنامج تبع الموجة. بقيه يوم موفق باذن الله تعالى وسعيد. مع السلامه. خايف تتكلمني عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير يا مع الزمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفارد كم مكان عايش جواك، احساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تدل، من كثر ما احبطك تمل، فينت الادوات بتودع حلمي كل يوم، استفرد بيك الهموم، وكلكم غربكم جرحك بيك، ما تبتديش حاجة اهتمام، اهلا سلام بقى طبعك قلة الكلام مفيش تفسير، داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزني لا مكشوف، وهو عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراق ويشوف. الله كان أداء متميز هذا الكفر للفنان حمزة نميرة بصوت فناننا الجميل الجزائري المتميز والملتزم حسن دحمان، اللي كان ضيفنا الأول في برنامج تبع الموجة. وسمعيني تبع الموجة فريد وتوندانس جديد تلقاه معنا، واش تحوس عبر البيض فام مالك غير تبع الموجة. بالموجة 95.3 كل سبت من 6 وربع على 7 تاع العشية. تبع الموجة and more. تبع الموجة وبقى مبرونشي مع البيض فام. تبع الموجة عبر البيض فام 95.3. تبع الموجة دايما الموجة 95.3 بطبيعة الحال عبر البيض فام كل أشياء سبت من 5 وربع من 6 وربع حتى على 7 تاع العشية، وإن شاء الله راح نقدم لكم كل الأشياء الجميلة. اليوم دخلنا عليكم هكذا غير بشوية هكذا، بصح كانت المفاجأة جميلة والضيف كان جميل، فنان متميز بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وراح يكون عندنا بزاف أشياء كثيرة في تبع الموجة. راح نلعبوا مع بعض، نضحكوا مع بعض، نسمعوا مع بعض أحلى شيء في تبع الموجة. إنه مهزوم ويائس طير بجناح. هذه الأغنية الأخرى تاع الفنان حمزة نميرة، جديد حمزة نميرة، نهدوها الفنان حسن دحمان مادام يحب الفنان حمزة نميرة والكل اللي يحبوا هذا الفنان المتميز. قلت لي أنا لسه جنبك، افتح لي بس قلبك، صدقني وانت تشوف، ولقيتني بطير من تاني، أحلامي بعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، إحساسي بيك أواني، ولقيتني بطير من تاني، أحلامي بعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، إحساسي بيك أواني.
انا خايف وخلاص ما بقتش شايف اي امل موجود، مش قادر اقوم واكمل في متاهة ومهما بعمل في الف باب مسدود. لحظة ما بقيت معايا اتغيرت الحكاية، ردت لي تاني الروح، مش مصدق عينيا شايف في اللحظة دي باب السماء مفتوح، ولقيتني بطير من تاني، أحلامي بعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، إحساسي بيك أواني، ولقيتني بطير من تاني، أحلامي بعيد واخداني، ما بقاش في حدود. تبع الموجة عبر البيض FM 95.3 وإحنا معاكم إن شاء الله تكونوا تبعوا الموجة صح وما تخلوش الموجة تديكم، الموجة بقاو معاها حبة حبة وغير بشوية. الموجة عبر البيض FM 95.3 وفنان راهو يتابع فينا فنان حسن الرحمن يعطيك الصحة، راه يقولنا كم كنت سعيدا على هذه الدعوة التي أثلجت صدري وهذه المواضيع الإيجابية مع المبدع رياض. شكرا لك يا فنان، كل التوفيق والنجاح إن شاء الله، كل التوفيق ليك وكل التميز وكل الإبداع لفنان متميز فعلا حسن الرحمن، وهنكسب لها فنان متميز يتابعنا ويتابع اللايف تاعنا ويتابع البيض فام شيء كبير يا عمري. روحي روحي بازي بازي فاموس انتي لافونير انتي هي الدنيا نخدمك ندير لك راني وصويا نديك المربية. روحي روحي بازي بازي فاموس انتي لافونير انتي هي الدنيا حبيبي نعشق فيك ونموت حبيبي يا بعد وتوت حبيبي وغير انا وياك حبيبي عمري ما ننساك وانا فكرتي حبيبي ونعشق فيك ونموت حبيبي يا بعد وتوت حبيبي وغير انا وياك حبيبي وعمري ما ننساك وانا فكرتي منيتك ننساك تراكي مريضة ماني زال فيك عمري عبي امبوسيبل ترومبلاسيك وحدة انا وياك نعيشو لا بالي. منيتك ننساك وهي مريضة ماني زال فيك عمري عبي امبوسيبل ترومبلاسيك وحدة انا وياك نعيشو لا بالي. حبيبي نعشق فيك ونموت حبيبي يا بعد وتوت حبيبي وغير انا وياك عمري ما ننساك وانا فكرتي حبيبي نعشق فيك ونموت حبيبي يا بعد وتوت حبيبي غير انا وياك وعمري ما ننساك وانا فكرتي لافينيتي وعرفتك بزاف قلبي رسقان معاك بعصان من تغيبي نتوسوس ونخاف الخلاصة عندك في قلبي بلاصة. لافينيتي وعرفتك بزاف قلبي رسقان معاك بعصان خلاصة عندك في قلبي بلاصة، عجبتني بزاف انتوما ما عندكمش غير بلاصة، عندكم بلاصة كبيرة بزاف بزاف في قلبي. ومرحبا بكم دايما عبر البيض FM متبع الموجة. نحيي طه ياسين، نحيي حمزة بالقراري، بازوزي بن عامر، بريق الأبل، ياسين شريف من تلمسان، نور اليقين، مامان دو أمجد جواد، وتقول بكل قسوتها ريتاج ريتاج، مازوزي بن عامر، مراد ورثة الأمل، أم أرزاق، أمين وائل، أيضا جمال بوعكا، أسامة، أشرقت أم براء، كلكم يعطيكم الصحة منورينا بمتابعتكم الجميلة.
في هذه الأمسية الرائعة. أم رزاق تقول السلام عليكم بخير رياض، يسعد مساكم، نقول جميع اللي نجحوا ألف ألف مبروك، واللي ما ساعدهمش لحد العام الجاي إن شاء الله يفرحوا ويفرحوا أوليائهم إن شاء الله يا رب العالمين. نحبكم بزاف، تبع الموجة دائما عبر البيض FM. ايماجيني فو هاد الأغنية عندها 10 سنين تحسب البارح. علي دانسي لوغاي من 2015 خرجت هذه الأغنية تاع الفنانة ياسمين عماري. اليوم 2025 الدنيا هذه راهي تجري. Venez danser le rail. مع دانسي لوغاي وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم وعدد الأول جديد بالبرنامج تبع الموجة. هذا البرنامج اللي راح تتابعوه إن شاء الله كل سبت من 6 و4 حتى 7 العشية. تبع الموجة 95.3 وخليها وعليها دايما وسمعونا. مرحبا بكم. الموسيقى عالم، خلي الموسيقى تعيش فيك وتعيش فيها. نتمنى لكم كل الخير، كل صحة، كل هنا ان شاء الله. بديت عام هجري سعيد ان شاء الله، ايامكم كلها تكون خير وبركة وصحة يا رب العالمين ان شاء الله. كل وليداتنا بناتنا ولادنا اللي ربحوا في البي ام نقول لهم الف 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 مبروك عقوبة البكالوريا، عقوبة تاني الباك. نفرحوا معاكم ان شاء الله سبيسيالمون في تبع الموجة ان شاء الله. دائما تكونوا بخير. الف مبروك لكل الاولياء، لكل الاساتذه، لكل الاسره التربويه، لكل ناسنا واهلنا في كل مكان ان شاء الله. مليء مزيد من الافراح والمسرات ان شاء الله. البيوت دائما عامره بالخير، عامره بالهنا، عامره بالسعاده. وتبع الموجه تبع البيض FM. فتح قادم في الاخراج ورياض في التقديم. ابقوا على خير.